السلام عليكم حبوباتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن احوال وفي احسن ظروف ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم نهاري كيفاش كيدوز من الصباح حتى العشيه. المهم دابا غادي نفطروا، كاينه غير انا ومرت خويا، ما كاينينش الوليدات صغار، ما كاين حتى شي حد، كاينه غير انا وياها، وغادي نفطروا ان شاء الله. وخليكم على فيديو وما تنساوش خليوا لي لايك الا عجبكم الفيديو. Sakin yarım bana gel, bana gel. İhtiyacın var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakin yarım bana gel, bana gel. Sakin yarım bana gel, bana gel. İhtiyacım var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakin yarım bana gel, bana gel. ودابا كنسيق في الكوزينه كما كتشوفوا، وسمحوا لي على هاد التصوير هذا لاننا كاينه في كوزينه والشعاع ديال الشمس، لان دايرين حنا كوزينه في سطح، لهذا علاش مشمشه الكوزينه وما بانش في التصوير واضحه. المهم دابا راه هبطت لتحت، كنجمع في الدار، ومرت خويا هي اللي كتصورني في هاد اللحظه هذه. راه كنموت انا وياها بالضحك، زعما صراحه الله العوين راه شي حاجه، والله يخليها ليا والله يخلي لكم نتوما معز عليكم. وهذا هو النهار ديالنا كيفاش كيدوز. لابد من مور الفطور ضروري الواحد ما كينوض كيتعاون على الشقه. المهم صافي دابا جمعت الديور، دابا كنسيق باش ملي غنكملوا ان شاء الله غادي نطلعوا ونديروا الغديوه ديالنا انا ومرت خويا. كما كتشوفوا هذا هو النهار اللي كيدوز، يعني كله نشاط وكله حيويه. نتمنى هذا الفيديو ديال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لي لايك والاشتراك في القناه ديالي اللي مازال ما اشتركش في قناتي، يفعل الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد، وخليوا لي تعاليق. وكنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف على الناس اللي جربوا القريصات اللي درت في الفيديو السابق ولقاو نتيجه زوينه، وكلهم كتبوا لي في التعاليق ان القريصات راهم ناجحين 100%. كنقول لكم بصحتكم وراحتكم. وبالنسبه لواحد الاخت طلبات مني واحد الكيكه اللي هي سهله ماهله، حتى هي غادي نديرها معكم، وبزاف ديال ان شاء الله الشيوات غادي نوجدها معكم ساهلين ماهلين. مهم دعموا القناه وديروا لي لايك وزيدوا شجعوني وحفزوني باش نعطيكم اكثر.
وهذا هو الروتين ديالي. كما كتشوفوا دابا راني ساليت الشقه كامل انا ومرت خويا، ودابا جيت نصيب الغديوه ديالي. دابا راني درت الفلفله كتشوى باش نديرها في الطاجين وشويه نديرو في شلاضه. المهم انا دابا كنصيب في الخضره باش غندير طويجين. بصراحه الدار خاويه، كاينه غير انا وياه، يعني الكالم كنشقاو بالراحه التامه. ايوا هذا ما كان الخوت. المهم انا غنشارك معكم الغدا ديالي اللي هو جد بسيط، ونتمنىكم تقبلوا عليا وتزيدوا تدعموني، وما تنساوش لي لايك وما تنساوش تعاليق زوينه بحالكم. واللي مازال ما شاركش في قناتي كنقول لكم مرحبا و100 الف مرحبا. شاركوا في قناتي وما تنساوش تفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. صافي انا دابا كنوجد الغدا ديالي، ومرت خويا راه كتصايب في الخبز حدايا. كما كيقولوا الناس زمان كيقولوا الفياق بكري بالذهب المشري، وهي بصح. الا فقتي بكري كتستافدي النهار، الا فقتي معطله راه ما كتستافديش النهار نهائيا، وكيضيع لك الوقت بزاف بزاف. لهذا حنا علاش فقنا الصباح بكري، استغلنا الوقت مع حد الدراري ما كاينينش خارجين، وهذا ما كاين. خليكم معايا ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله. كما كتشوفوا راني كنشوي الفلفله وكنديرها في البلاستيكه باش تسهل عليا في الغسيل، باش هكا ما تمحنيش بزاف، يعني دغيا كتغسل ودغيا كيحيد من هذاك القشور. صافي هذا هو الغدا ديالي. غادي ندير اليوم الطاجين. بالنسبه للبنات كل وحده وكيفاش كتنصب الطاجين. انا صراحه عندي بزاف ديال الطرق، وهذه هي اسهل طريقه. الا مثلا كنت مزروبه ولا كان تابعني شي شغل اخر، يعني كندير هاد الطريقه هذه كتجيني في الحقيقه سهله. اما الا كان عندي الوقت وما كانت تابعني حتى شي حاجه، يعني كناخذ بانيو وكندير فيه العطريه وكندير فيه الثومه وقزبر ومعدنوس والعطريه كامله وكندير الزويسه صافي والملحه وهداك الشيء، وكندير الدجاج كنرقدو في البانيو وعاد كنحطو في الطاجين، عاد كنضيف الخضره. دابا مع مزروبه غادي ندير غير هاد الطريقه هذه، ما غاديش نشرملو في البانيو، ولكن حتى الطريقه راه كتجي رائعه غزاله بزاف. غير ديروها وردوا عليا في كومونتير. بالنسبه واحد الطريقه ديال الدجاجه الاخوات بغيت نشاركها معكم، صراحه كتجي غزاله 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 بزاف. هو انا الدجاج ملي تشريوه من عند مول الحانوت وتغسلوه مزيان، ديروه في شي صوبيره وديروه ديروا عليه الملح بزيد وديروا عليه شويه الماء وديروه في الثلاجه. غطيوه زعما ديك البواطه غطيوها وديروها في الثلاجه وخليوها تبيت ليله كامله مع ديك الملحه والماء حتى كيشرب هذاك الدجاج مزيان هذيك الملحه. من بعد كتشلو هذاك الدجاج وكديروا في شبيكه حتى كتسقطر وديروه في الفريغو ديالكم. ملي كتبداو طيبوا ما كديروش الملحه نهائيا في الدجاج، يعني كديروا غير شويه من الفوق الخضره، والدجاج راه كيطيب ملح وزوين. غير جربوا الطريقه وغادي تنجح معكم ان شاء الله. صافي المهم انايا درت هاد الطريقه هذه ديال الطاجين ديال المعاكيز فاش خليوها حيتاش مزروبه، يعني باغا نصايب شلاضه، باغا نصايب واحد زعلوك بغيت نشاركو معاكم اللي هو كيجي رائع. غير جربوه، وانا اي حاجه كنجيبها لكم سهله ماهله وفي نفس الوقت كتعطي نتيجه زوينه. صافي كندير مطيشه دواور من الفوق حتى هي ملي كطيب راه كتجي زوينه. صافي حتى نسالي الفلفله ديالي ونغسلها وعاد غادي نديرها من الفوق وندير عليها الحامض والحاره. كاين اللي كيبغي الهريسه، كاين اللي كيبغي مزاود، حنا كنبغيو مزاود. ايوا هذا مكان الخوت. الشل الملحه درتها هي فوق الخضره. بالنسبه هذه كنديرها فوق البوطه، عاد كنحط الطاجين باش الطاجين ما يحرق ليا ما حتى شي حاجه. وها هي الفلفله ديالي من بعد ما وجدت. ايوا هنايا جيت نشارك معكم هاد قرعه كورجيت زعلوك، راه كتجي رائعه رائعه بزاف. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. المهم انا غسلتها وخليتها في هاد الشبكه هذه. هنا عندي زيت العود
وهنا عندي الكمون، وهنا عندي الملحه، وهنا عندي قزبر ومعدنوس وجوج ريوز ديال الثومه، وهنا عندي البزار، تحميره، معلقه كبيره مطيشه الحك، وهنا عندي جوج مطيشات محكوكين. عرفتي راه كتجي غزاله هاد قرعه كرجيط، راه كتجي غزاله بزاف. بالنسبه لوليداتكم لا ما كانوش كياكلوا لكم قرعه كرجيط، ديروا هاد الطريقه هذه ووكلوا وليداتكم قرعه لانها راه مفيده. ايوا هذا ما كان كنقطعها على هاد الشكل هذا، وغادي نديرها غير في المقله وغادي نطيبها. بالنسبه للناس اللي مزروبين اولا اللي بغاو يحضروها في 5 دقائق، يديروها في كوكوط، يعني بنفس الطريقه بالتوابل بكل شيء، وما ديروش نهائيا الماء، وديروها فوق البوطه وتقلوا على البوطه وخليوها في كوكوط، راه في 5 دقائق تتوجد. ايوا هذا ما كاين، انا درتها غير هنايا. بالنسبه ليا انا باقي عليا الحال، يعني كنتسنى الطاجين يطيب وغادي نديرها حتى هي. كتاخذ شي اصلا الوقت بزاف. صافي غادي ندير التوابل كلهم وغادي نحركهم مع قرعه كرجيط مزيان، وغادي نغطي هاد المقله هذه ونديرها فوق البوطه ونقص عليها حتى تطيب على خطرها. صافي هنا غنحك الثومه. وهذا ما كان، ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم وتزيدوا تشجعوني. مهم نهاري شاركتو معاكم بسيط وبلا زواق بلا نفاق، صورتو معاكم عادي وطبيعي، وهذا ما كان. صافي هنا من بعد ما جلسنا انا ومرت خويا ارتاحينا شويه، تا طاب لينا الغدا على خاطر خاطره. دابا جيت نصايب شلاضه. وصافي غادي نبدا نحط في الشلاضه ديالي لان الوليدات كاينين في الدار جاو. صافي وغادي نتغداو وغادي نرتاحوا واحد شويه حتى العشيه ان شاء الله، وناويين باغي نخرجوا ان شاء الله، نديو الوليدات عاوتاني ونخرجوا حنايا نبدلوا الجو. وهذا ما كاين الخوت. وها الزعلوك ديالي كيفاش كيجي، راه كيجي على هاد الطريقه هذه، راه كيجي رائع. يعني راه كيجي ناشف من الماء، حنا اصلا ما درناش فيه الماء وهو راه كيطلق الماء وكيجي ناشف. وهذه هي الطريقه باش توكلوا لوليداتكم قرعه كرجيط. وغادي نشارك معكم ان شاء الله من هنا قدام كاع الحويجات اللي ما كياكلوش وليداتنا، يعني خصنا ضروري ندخلوها اليوم بهذه الطريقه هذه. رغم انني عندي تجارب كثيره مع بنتي ما كتاكلش ليا نهائيا المرقه وما كتاكلش ليا الخضره كامله، يعني كتاكل ليا غير البطاطا. لهذا علاش مره كنحاول ندخل ليها الخضره في بزاف ديال الحاجات باش هكا تستافد منهم. وهذا ما كان، ونتمنىكم تقبلوا عليا وعلى على الطياب ديالي. ومهم انا شاركت معكم كل شيء كما قلت لكم وكما نكتب لكم في العنوان، بلا زواق بلا نفاق. وما تنساوش بارطاجيو مع العائلات ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك والتعاليق ديالكم. كما شفتوا هذا هو الزعلوك ديالي والغدا ديالي، ونتمناه يعجبكم. وهذا هي الطابله ديالي، نتمنىها تعجبكم، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. ودابا من بعد ما تغدينا وارتاحينا شويه وغسلنا المعانات يعني حتى العشيه، وعاد خرجنا غادي نبدلو شويه الجو في هاد الجريده هادي. جبنا وليداتنا يلعبوا وحتى حنايا جينا باش نغيروا الجو شويه.
ايوا هذا ما كان بالنسبه لهاد الجرده هادي، راه زوينه البنات وراه داير بها الامن، يعني ما عندك مناش خافي، يعني وليداتك تيلعبوا في امان وانت كتكوني باركه مرتاحه. وراه عامره هاد الجرده ومقدرتش نصور لكم الناس، راكم عارفين كاين اللي يبغي كاين اللي ما يبغيش. ايوا هذا ما كان، وشكرا لكم بزاف بزاف، وما تنساوش تبارطاجيو القناه ديالي مع اصدقاء ديالكم ومع احبابكم ومع العائلات ديالكم.